رجعوا لايام الشباب والشقاوه وما نزلوش من على المسرح وما بطلوش رقص، وكمان طبلوا مع فرقه محمود الليثي. تامر امين ثبت في ايد بنته ونزلوه بالعافيه، ومفاجاه من اللي عمله تامر حسني معاهم، احمد زاهر وبناته قلب الدنيا بحضورهم. في الفيديو ده هقول لكم لقطات من فرح ابناء اشهر اعلاميين في مصر، تامر امين وعمرو الليثي، ومفاجاه علاقته ببنته وغيرته عليها. فجأة كده انتشرت صور وفيديوهات من فرح أبناء أشهر الإعلاميين في مصر، وواضح إنهم اتخطبوا في سرية تامة وعلى الضيق. كانوا ناويين يعملوا الفرح على أعلى مستوى، وحصل. الساعات اللي فاتت الدنيا اتقلبت بسبب فرح ابن عمرو الليثي على بنت تامر أمين، وأكيد متخيلين حجم الفرح والحضور اللي هيكون فيه. تامر أمين زي أي أبو عروسة مش سهل عليه بنته كده تسيبه وتتجوز، ومن فرحته ما سابش بنته ولا لحظة، فضل واقف جنبها على المسرح وماسك إيديها لحد ما تامر حسني خد باله هو وعمرو الليثي وشدوه بعدوه عن بنته عشان تعرف ترقص مع عريسها وسط ضحكهم وهزارهم. ولكن تامر أمين كانت دموعه في عيونه ومش هين عليه ينزل، لكن عمرو اصر وخده ونزل، وكمل تامر حسني فقرته مع العرسان. كمان محمود الليثي قدم فقره وعمل جو شعبي جميل فرح كل المعازيم، وخاصه ابو العريس والعروسه. تامر وعمرو رجعوا لايام الشباب والشقاوه وما بطلوش رقص على المسرح مع محمود الليثي، وفطسانين من الضحك على اللي بيعملوه. ومش بس كده، كمان خدوا الطبله من الفرقه وطبلوا هم عليها. اما مصطفى قمر رجعهم بالزمن لاغاني التسعينات زي السود عيونه وقلبي في الليالي ولو سالوني وغيرهم كتير. وطلع معاه ابنه تيام واخوه الفنان محمد عمرو الليثي والشهير بمازو، ورقصوا وغنوا مع العرسان وسط تفاعل كبير جدا من المعازيم. البعض كان فاكر ان مازو هو العريس، ولكن اخوه شريف هو العريس، وكمان هو فنان ومؤلف. شريف الليثي هو مؤلف فيلم زوجة رجل مش مهم، وهيكون هو السبب في رجوع ياسمين عبد العزيز لشاشات السينما من جديد. فرحة عمرو الليثي بيه كانت فرحتين، بفرحه وكمان بفيلمه الجديد، وهناه بألف مبروك لمؤلف الفيلم والسيناريست شريف الليثي حفيد كاتب السيناريو العظيم ممدوح الليثي. وفي 2017 عمرو احتفل بكتب كتاب بنته ياسمين، وحضر كل نجوم الكرة والفن وكمان الإعلاميين. لسنين كتير بعد تامر أمين أسرته عن الإعلام وما كانوش بيظهروا معاه، ولكن السنة اللي فاتت مع احتفاله بتخرج بناته انتشرت صور ليهم، ومن وقتها وهم اتعرفوا ملك ونور، ونور هي العروسه. ومن وقتها ونور بتظهر كتير معاه في الافراح والمناسبات. نور شبه امها الخالق الناطق الاعلاميه المعتزله شيرين الشنيطي، ومتجوزه تامر من حوالي 24 سنه. نور خريجه الجامعه الامريكيه، انفلونسر وبلوجر، والفتره كان الحساب بتاعها عام ولكن رجعته خاص ومقتصر على المقربين منها وبس. نور كانت بتشارك الجمهور يومياتها وخروجاتها، وبتعلن عن منتجات العنايه للبشره والشعر. وشعور تامر تجاه بنته وهي بالفستان الابيض ما كانش من فراغ، لانها بنت ابوها. علاقتهم القويه ببعض كانها صديقته واقرب حد ليه، وعارفه عنه حاجات كتير هي واختها، وهي واختها عباره عن نقطه ضعفه، وبيغير عليهم وبيخاف عليهم جدا. نور قبل كده اتكلمت انها بتحب اكتر حاجه في ابوها انه صريح جدا ومش بيخاف يقول الحقيقه، ونفسها تبقى زيه. تامر قال عنها بنتي لو كحت تبقى عظيمه، وانا بعتبرها مؤثره عظيمه على التيك توك، ومستحيل تظهر وهي لابسه كاش مايو، علشان كده بيمنعها هي واختها من نزول البحر عشان بيغير عليهم. تامر كان مستحلف لعرسان بناته وقال ربنا يكون في عونهم، ومش عارف استقبل عرسانهم ازاي، ودي حاجه صعبه جدا. انا ممكن اروح الفرح لابس القميص، بالعكس ده انا هبقى في وادي خالص تاني، ازاي بنتي واحد تاني جاي ياخدها. الغريب ان تامر كان نفسه تكون اول خلفته ولد، وزعل جدا لما عرف انها بنت، لكن سبحان الله اول لما شافها قال من اول بصه كأن حد عمل لي غسيل مخ، ونزل حب الدنيا في قلبي ناحيتها، وبوستها وكبرت في ودانها.